السلام عليكم البنات، مرحبا بكم معايا في القناه وصفات رشيده تشيو. نتمنى تكونوا ان شاء الله مزيانين وفي صحه جيده. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم غادي نحضر معكم الحلوى للعيد. غادي نبداو في التحضيرات ديال الحلويات ديال العيد. اليوم غادي نحضر معكم واحد الحلوى سهله وبنينه ولكن كتجي زوينه بزاف وكتجي بنينه واخا مكوناتها سهله وكتعطينا واحد الكميه كبيره ب 125 غرام ديال الزبده فقط، وكتعطينا واحد الكميه تقريبا واحد 95 حبه بهذا الحجم اللي حضرت معكم انا. الا كبرتوهم تعطيكم قل، الا صغرتوهم الا صغرتوا الحلوى تعطيكم كميه كثيره. انا درت هذا الحجم ما كبير ما صغير، حجم متوسط كما كتشوفوا. كتجي بنينه بزاف وكتجي رائعه. بقاو معايا باش تعرفوا المقادير وطريقه التحضير ديال هذه الحلوى. اللي اول مره كتشوف القناه ديالي نتمنى تابونا وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد ديالي ان شاء الله. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو في هذه الحلوى، عندي هنايا 125 غرام ديال الزبده. انا استعملت هنا الزبده مارغرين 125 غرام. باكيه ديال الزبده تاع 250 غرام كنقسموها على زوج، كنقسموها في النصف. غادي نحتاج معاها كاس ديال الزيت، كاس ديال العنبه، كاس ديال سكر كلاصي. انا استعملت سكر كلاصي كاس، وجوج بيضات. عندي هنايا جوج بيضات، وغادي نستعمل هنايا جوج معالق كبار ديال كريم باتيسري. انا استعملت كريم باتيسري جوج معالق، كيعطي واحد المذاق والهشاشه زوين للحلوى ديالنا. وغادي نستعمل هنايا 3 ديال الجبن مثلث. وغادي نستعمل هنايا عندي سكر فاني من وزن 7 غرام، وساشيه ديال خميره الحلوى من وزن 8 غرام، والدقيق حسب الخليط. غادي ندوزو دابا نحضروا هذه الحلوى. خديت انايا هنا واحد الكاسه اللي غادي نخلط فيها المكونات. خديت ديك الزبده هي والفرماج من الاولين. غادي نضيف عليهم داك الكاس ديال السكر كلاصي. غادي نخدمهم مزيان. غادي نخدم هاد الزبده مع السكر كلاصي مزيان. ندخل هاد كتشتت لي. غادي ندخل هاد الزبده مزيان والفرماج مع السكر كلاصي. خدمت ديك السكر كلاصي مع الزبده والفرماج. غادي نضيف عليهم هنا كاس ديال زيت نباتيه، كاس ديال العنبه. غادي نضيف عليها دوك جوج بيضات. غادي نضيف عليهم ساشي ديال سكر فاني. صافي غادي نخلط هاد المكونات حتى كتدخل ديك البيض والزيت مع الزبده مزيان، وكنحصلوا على واحد الخليط على شكل طوماط. صافي نبداو نضيفو الدقيق. غادي نضيف داك الكريم باتيسري. بعد ما دخلت دوك المكونات كاملين دابا غادي نبداو نضيفو هكا طحين تدريجيا. كنضيفوه شويه بشويه، ما نضيفوش خطره واحده، ما نضيفوش كميه كبيره بدقه واحده. غادي نضيف عليهم هذاك الساشي ديال خميره الحلوى، وغادي نضيف عليهم دوك زوج معالق كبار ديال الكريم باتيسري. صافي غادي نجمع هذه الحلوى، وانا كنضيف الطحين بشويه بشويه حتى كنتحصل على واحد العجينه كتكون مرطبه. ما نقصحوش العجينه حتى كتفرتت، غادي تجي لنا الحلوى ديالنا قاصحه. نخليو الحلوى تكون رطبه. انا كنضيف هكا الطحين شويه بشويه هكا حتى كنجمع العجينه ديالي ونحصل عليها تكون رطبه. بعد ما جمعت العجينه ديالي كنتحصل عليها على هذا الشكل كما كتشوفوا، كتكون رطبه. ما تقصحوش العجينه ديالكم، ما تقصحوش نهائيا، ما تقصحوش الحلوى. كما كتشوفوا كتكون عاد فتيه باش كتجي لنا فتيه ملي كطيب وكناكلوها. دابا غادي نشكلوها. كناخذ هنايا واحد الكميه ديال العجينه ديال الحلوى، كنحرب لها هكا على شكل حربول. ما يكونش رقيق بزاف، ما يكونش عطانيك غليظ. طريقه سهله
وفي الساعه كنخدموا واحد الكميه في الوقت هكا قصير. بعد ما كنحربلو هكا على هذا الشكل صافي كنجيب واحد السكين وكنقطعها بحال هكا، كنقطع هكا بحال الاصابع كيكونوا مقادين. كناخذوا وحده اللي كنكونوا قطعناها في الاول صافي وكناخذوا عليها القياس كامل على هذا الشكل صافي. وكنستفهم هنايا في واحد اللاطه اللي كندخل الفران، والفران عندي كيكون سخون مزيان. ملي كنبديو نشكلوا الحلوى تما كنشعلوا الفران وكنخليوه يسخن مزيان صافي. وكندخلوا الحلوى ديالنا وكنقصوا النار، كتكون النار مهيله وكنخليوها طيب على خاطرها حتى كتحمر كطيب من التحت وكنهودوها لتحت. كتاخذ واحد اللون هكا مذهب، ما كنحمروهاش بزاف من الفوق صافي وكنحيدوها. انا غادي نستمر حتى نكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. انا غادي نستمر تنكمل الكميه اللي عندي كامله باش نطيبوا هذه الحلوى وندوزو نزينوها. الحلوى ديالي بعد ما طابت وخرجتها بالفران كتحمر على هذا الشكل كما تشوفوا، كنحمر على هذا الشكل من التحت ومن الفوق. ما كنحمروهاش بزاف، غير كندهبوها واحد شويه كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا صافي. وخليتها بردت. خديت هنايا شكلاط البيضاء، شكلاط الكحله، ذوبتها هكا في حمام مريم تذابت لي، وزدت عليها هنايا الكاوكاو مهرمش ومحمر. انا حمرته قبل في الفران وهرمشته على هذا الشكل كما كتشوفوا صافي. ودرته هنايا مع الشكلاط، خلطته هنا مع الشكلاط. غادي نبدي نغمس هنايا الحلوى ديالي على هذا الشكل صافي. غادي نبقى نغمس ونحيد هكا الفائد ديال الشكلاط صافي. غادي نحط هنايا في واحد البلاستيكه، عندي هنايا بلاستيكه درتها هنايا على سطح العمل باش ملي تيبس الحلوى وتقصح كتسهل عليا الخدمه في الساعه، حيت ما كتهرسليش الحلوى صافي. بحال هكا كنحيد هكا الزائد صافي. ملي كنحطوا الحلوى كنجروها واحد شويه على هذا الشكل باش ما يبقاش فيها هذاك الشكلاط من التحت صافي. انا غادي نستمر بحال هكا تنكمل هذه الكميه اللي عندي كامله. هذه هي الحلوى ديالي بعد ما ساليتها كتجي على هذا الشكل، كتجي رائعه. ساليت الكميه اللي عندي كامله ودرتها في هاد الكويرطات باش تعطي منظر اكثر، تعطي منظر زوين اكثر. الا كان متوفر عندكم، الا ما كانش ما ديروهمش. انا درتهم في هاد الكويرطات محيت فيهم الشكلاط، قلت نديرهم في هاد الكويرطات احسن باش ملي نديرهم في بلاطو كيعطيو واحد المنظر زوين. كتجي على هذا الشكل كتجي زوينه بزاف. هاد الحلوى غير جربوها، كتعطينا واحد الكميه لا باس، كتعطينا تقريبا 95 حبه. انا عطاتني 95 حبه بهذا الحجم اللي درت انا، حجم متوسط راه ماشي صغير بزاف، درتهم شويه كبار هكا كما كتشوفوا. الا صغرتهم غادي تعطيكم الكميه اكثر بهذا الشيء. نتمنى تجربوا هذه الحلوى وتعجبكم. ما تنساونيش باللي لايكات ديالكم والتعاليق اللي كتحفزوني بها. نخليكم في امان الله الى وصفات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.